وحشتيني يا ماما. عايزه اقولك ان انا مفتقدك في كل حاجه في حياتي، سواء في طريقه اكلك او في نظافتك او ترتيبك للبيت. انا مراتي ما فيهاش اي ميزه انا كنت بدور عليها. فعلا الواحد فتره الخطوبه ما بيشوفش اي حاجه من تفاصيل البيوت. عارفه يا ماما، جوه البيت بصي يا حبيبي، انت لسه في اول جوازك، وانا نفسي اعلمك حاجه. لما تكون مشكلتك هنا، ما تلفش وتدور حوالين الموضوع، وتروح للقريب والغريب تحكي في اللي مزعلك، وما تروحش للشخص نفسه. لانك لما هتلف في دوائر بره، عمرك ما هتوصل لاي حاجه. هتعمل دايره من الزعل، ودايره من القساوه، ودايره من الفضايح، ودايره من المشاكل، ودايره من البعد، ودايره ودايره. وفي الاخر هيبقى طوق بيتلف حوالين رقبتك وحوالين مراتك، وساعتها هتبقى دي نهايه العلاقه. مره زمان قوي في اول جوازي انا وابوك الله يرحمه، راح اشتكاني لاهله، حكى لهم يعني شويه حاجات عني بدون تفاصيل، فيا او مش